بقى الحروف. ندخل بعد كده في حاجة لذيذة جدا اللي هي السترينج داتا تايب. string data type في السي شارب in the previous example. بيقولك في المثال السابق احنا اتكلمنا عن الكاركتر وقلنا ان هو where we are using storing a character in it. بنستخدم ان احنا نخزن كاركتراية واحدة، حرف واحد. now if I try to add multiple character، لو انا مثلا عندي بدل ما اخزن حرف الايه انا هخزن كلمة ايمن 5 حروف. طب هل الكاركتر هنا هيرضى ان هو يخزن لي ال5 حروف ولا لا؟ هيقولك لا، في الحالة دي انت مش هتقدر تخزن ال5 حروف. ليه؟ هيقولك ان too many character in character literal. بيقولك ان حرف ان الداتا تايب الكاركتر دي مش بتسمح ان هو يبقى فيه اكتر من حرف موجود جواه. طيب انا عايز احل المعضله دي ازاي بقوم بحللها؟ بقوم ان انا بستخدم الداتا تايب اللي هي اسمها string عندي، وهتشتغل ومش هتسبب لي اي مشاكل. لو انا جيت كده وبصيت ادي السترنج، بيقول لك ادي هنا عندي string abc عادي شغاله. انما انا لو جيت هنا وقلت له abc مثلا، شايفين هو ضرب معايا هنا سي اهي، هيديلك ايرور. ادي الايرور اللي ضرب معاك. بيقولك ايه؟ ادي ايرور. لو جينا الايرور اوتبوت بتاعتي بيقولك ان هو too many character in character literal، وده مش صح. طيب هنيجي للسترنج. ادي السترنج اهو، قالك عادي خد يا سيدي براحتك اي بي سي دي، ان شاء الله تكتب اللي انت عايزه براحتك. طيب انا لو عايز اعرف إيه ازاي اكتب اكزامبل من السترنج، بيقول لك ادي. بيقول لك طيب نعرف بس شوية معلومات عن السترنج قبل ما ندخل على الاكزامبل. بيقول لك string is nothing but a series of character. بيقول لك ان هو مجموعة من الحروف ليس اكثر. ان هو you can might have one question how to know the size of string. ازاي اعرف حجم السترنج؟ بيقول لك سهل جدا ان انت تعرف حجم السترنج. you need to know the length of string, how many character are there, and then you need to multiply the length with the size. يعني بيقول لك ان انت عشان تعرف السايز بتاع السترنج لازم الاول تعرف السترنج ده جواه كام حرف، بعد كده تضربه في السايز بتاع التشار. احنا قلنا احنا السايز التشار ايه؟ 2 بايت. فهو اول حاجة هنعرف انا عندي السترنج بتاعي جواه 3 حروف. هعرف ال3 حروف ازاي؟ من كلمة دوت لينس. دوت لينس دي البريباريتي بتاعت السترنج بتاعي، بتجيب لي حجمه. فهو حجمه هتديني كام؟ او عدد الحروف هتديني 3. كمان هضرب علامة في هنا إيه الكاركتر سايز كام. احنا قلنا الكاركتر سايز كام؟ 2، فهي تطلع لي 6. فهنا لو انا قلت له الفاليو بتاعت str اللي هو الهاو ماني بايتس، او الستار الفاليو بتاعته اللي هو شايلها، هي يقول لك ان هو اي بي سي. طيب الهاو ماني كاركتر او هاو ماني بايتس هو حاجزها، هيقول لك ان هو حاجز 6 بايت. نبص على ده في ال فيجوال ستوديو عندنا. هيقول لك ادي عندك حرف الاي بي سي او كلمة الاي بي سي، اللينس بتاعها ايه؟ المفترض 3. والسايز كام بتاع التشار؟ السايز بتاع التشار المفترض ان هو 2، فاتنين في 3 هتطلع لك 6. فانا لو جيت هنا وعملت كده قال لك ان السترنج فاليو اي بي سي والسايز بتاعه 6 اللي هي 2 في 3. بيقول لك في السي شارب عندنا السترينج هو ريفرنس تايب. احنا قلنا ان احنا عندنا ايه؟ ريفرنس تايب وفي والفاليو تايب. و ده احنا قلنا الفاليو تايب بيخزن اوتوماتيك جوه الميموري. انما الريفرنس تايب معلومة بسيطة هقولها لك وهنكمل قدام ان شاء الله. الريفرنس يعني هو بيشاور على العنوان على طول. ان شاء الله لما نيجي نشرح ريفرنس تايب قدام
هقول لك يعني ايه بيشاور على الالوان. بس عايزك تعرف ان السترنج هو reference data type. if you go to the definition بتاع السترنج هتلاقيه ان هو واخد كلمة class، واحنا عندنا ان الكلاس هو reference. تمام. انما في الانت والناس دي هتروح زي ما احنا قلنا ايه، هتلاقي واخدة كلمة struct، وstruct قلنا الstruct معناه ان هو value type. معلومة ليك قدام هتبقى في حاجة اسمها، هتقابلك قدام حاجة اسمها اس كابيتال بالسترنج اس كابيتال وسترنج اس سمول. هنعرف معانا الفرق ما بينهم ايه قدام ان شاء الله. هنعرف الفرق ما بين السترنج كابيتال والسترنج سمول.